ورحمة الله وبركاته. بفرح جدا لما يجي لي عيان من دولة تانية. كان معانا المرة اللي فاتت حد من روسيا، ومرة حد من العراق، والمرة دي حد من السعودية. اتشرفت بيه، ده يعني اخ عزيز ليا جدا جدا جدا، الاستاذ محمد. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. كيف شرفنا بيك. انا والله اللي تشرفت بوجودك. الله يخليك. ربنا تشرفت بزيارتك. ربنا يكرمك. هتشتهر بعد كده خلاص مش هنعرف نكلمك. ربنا يكرمك ويبارك فيك. اوصف لي كده الالم اللي عندك، لان بعض الناس بيتوقع ان اي الم في الصدر يكون له علاقة بشرايين القلب. انت سنك مش كبير، ما عندكش الحمد لله سكر، ما عندكش ضغط، مش مدخن، ما عندكش كوليسترول، وقلت لي جالك الم في القلب. اوصفه كده. ايوه، جتني النغزات هنا كويس. في الجهه اللي هنا. كويس. انا حسبت انه قلب، فجيت للدكتور رامي. كويس. يعني وضح لي اشياء انا كنت جاهلها، خاصه اطباء كثيرين وصفوا لي اشياء بدأت بغيت ادخل متاهات عمليات اشياء كبيره. فلما جيت الدكتور رامي بين لي اشياء صراحه يعني جدا بالبساطه. كل اللي كان هذا اللي حصل يشرح لكم الدكتور رامي. المؤونطه بالضبط. عارف اللي حصل اذكر اللي انت حكيته لي. الاستاذ محمد كان في مره بيحلل سكر في دبي، فلقى السكر عالي شويه، فوصفوا لك دواء للسكر اسمه جلوكوفاش. فخد جلوكوفاش حبايه الظاهر عشان اول مره ياخدها، فعملت له شويه هبوط في السكر، فحس بدقات قلب سريعه، عرق شويه، هبوط، راح رايح مستشفى كبيره في دبي. اول ما شافوه في المستشفى قالوا هذه غلطه. ده اللي حصل فعلا. نعم، دخلوني العنايه المركزه وسووا لي تحاليل كامله. لما صبحت الصباح قالوا لي لو سمحت تفضل ما فيك ولا شيء. قالوا له تصدق ممكن يكون اللي حصل ده هبوط من برشامه السكر؟ قال لهم طب ما انا كنت بقول كده من الصبح. وعملوا صدق انا كنت اقول انا ماخذ برشامه، بس لا، قالوا لازم نسوي لك تحليل. بالضبط. ودفعت فاتوره مبلغ وقدره، بغيت ادخل متاهات، بغيت ادخل عمليات، ما ادري. وهي اللي سوت حلقه نوعيه في حياتي، صرت ادقق في القلب. اي نغزه تجي صرت ادقق فيها، علما اول اتوقع انها كانت تجيني ما كنت ادقق فيها. بس عقب اللي صار لي هم يعني من اللي صار لي هم والاشياء اللي فتح عيونك على شيء كان مسكر ووسوسه زايده، هي اللي خلت الواحد يراجع. بس الواحد لما يجي عند دكتور فاهم، دكتور عارف وش معنى تشخيص المرضي صح، هنا الله يبارك. عشان كده بنقول الجمله دي، التاريخ المرضي مهم. انا لما سالته قلت له ايه اللي حصل، قال لي والله حللت سكر لقيته عالي، كنت في رحله في دبي. قلت له طب وبعد ما خدت البرشامه بتاعه الجلوكوفاج؟ قال لي هبطت وضغط وعرقت ودقات قلب سريعه. قلت له لا، ده تلاقي بس شويه هبوط من البرشامه، لان خدنا الهيستوري بالترتيب. قال لي لا، ما انا ساعتها رحت مستشفى وقالوا لي دي جلطه وادخل العنايه والدقات سريعه وهنطلع دلوقتي على قسطره، وعملنا فحص جهد وفحص مجهود وفحص ايكو وتحليل انزيمات قلب، وفي الاخر طلع كله سليم. واحد بيسالني هو ايه السبب، قلت له البرشامه. قال لي طب ما تقول كده من الصبح. البرشامه هي السبب. القصد ان الهيستوري، التاريخ المرضي، يمكن ان يكلف المريض فلوس كتير. ممكن دكتور يفهم التاريخ المرضي وياخده يوفر على العيان 1,000,000 جنيه، وممكن ما اخدش منه حاجه واقول له يلا، وكان ممكن تدخل على قسطره ونحقن صبغه. انا في دكتور قال لي هتدخل لك، نسوي لك قسطره، نسوي كوي على اساس الدقات السريعه. الدقات السريعه عشان الخوارج. وهي شويه دقات عشان السكر وطي. وهي كانت تجيني اول ما ادري وش سالفتها ولا في دماغها. تعال بقى نوصف وجع القلب، شاور لي مكانه كده. هنا انا هذا اللي يجيني هنا القلب هنا. انا فاهمني الدكتور يا سيدي انه القلب هنا. يعني هنا انا ما ادري شو. بعدين اتضح انه عندي قولون من الاكل هنا جاي. شكلي ثقلت في كم وجبه في مصر. اخر الواحد ينام يرجيك الارتجاع، وعندي اصلا عندي يعني ارتجاع بالضبط كده. انا اللي في الرياض يمكن دخلت متاهات غير الدكتور. بس الحمد لله انا فضل الدكتور اخوي ان شاء الله، وهذا معرفه خير. شرف لي. اخويا كله تغير صراحه. الوجهه اللي عندي كلها تغيرت، وعطاني خطه علاجيه. طبعا هي ليست علاجيه على فكره، لانه ما طلع فما فيني شيء، ولكن عطاني شيء كعمري والموجود، وثاني شيء انه عشان يحافظ لي على الشرايين. وبعدين حلو ان الدكتور يشرح لك، انه يشرح لك علميا ويفهمك. يعني هو كان قاعد يدرسك، يعطيك محاضرات، يفهمك. فهذا نقطة مهمة صراحة. ممتاز. اللي خدناه بالمناسبة 3 حاجات. أول حاجة عشان هو سنه عدى 40 فقلنا ياخد أسبرين. تاني حاجة عشان الكوليسترول عالي شوية، قلنا له قلل وزنك وادينا له دواء خفيف للكوليسترول. تالت حاجة عشان دقات قلبه فيها دقات سريعة، فادينا له برشام يهدي دقات القلب. وبمجرد ما يخس ويمشي على نظام غذائي وعلاجي هنبطل كمان الأدوية دي، يمكن بس يفضل الأسبرين. والنغزة دي قلنا ملهاش علاقة بالمجهود، تمشي ما يجيش وجع يوقفك. 4 أدوار عادي. بس إنه ما في 4 أدوار عادي، بس ما في يعني لياقة عادي، لكن ما يجيش وجع يوقفك. لا بس النغزة دي ملهاش علاقة، نغزة كده من العظم.
يدهن عليها اي كريم ابو فاس وخلاص، وخدنا منه فاتوره ب 3 مليون جنيه. الله يخليك يا بجد دكتور. والله معلومات شرفت غاليه والله. تفيد الناس. والله ربنا تشرفت يكرمك. بمعرفتك شرفت دكتور بيك والله يا فندم، العظيم. ربنا واتمنى يبارك. اشوفه في السعوديه قريب ان شاء الله باذن الله. ونشوف له عياده في السعوديه صراحة. قريبا إن شاء الله. نزوركم على راسنا من فوق، إن شرف شاء كبير الله ليا، يخليك. ربنا يجعلني الله سبب. يخليك. ولك اخ صديق في مصر يشهد على ذلك كل الله الناس. يخليك. الله يحب لي المصريين ربنا يعني يكرمك. شرف. علاوه في قلبي لهم كبيره شرف صراحة. كبير ليا، الله يا رب يخليك. تكون حلوه الحلقه دي نزحها نديحها يستفيد منها الناس. يستفيد منها بالعكس انا انبسط لما طيب تمام. الله يخليك. شرفنا شكراً بيك، دكتور. في رعايه الله، مع الف سلامه، توكلنا.